Que ele é Armando? Não. حاسس ان موضوع فيديوهات القوائم اللي بنعملها في شهر 12 ده بقى حاجه ملهاش لازمه بصراحه. اللي هو انا الفتره اللي فاتت بس شفت ما يقارب من الاربع للخمس افلام من انتاج 2025 بيستهدفوا القائمه اللي انا عملتها وبيغيروا معالمها تماما. احد اهم هذه الافلام بقى هو الفيلم البرازيلي ذا سيكريت ايجنت. سيكريت ايجنت بتوفر للمشاهده من بدري جدا على فكره. طيب هل انا شفته متاخر مثلا ولا حاجه؟ لا، انا شايفه اول ما نزل عادي جدا. ليه جاي بتكلم عنه دلوقتي اللي هو بعد ما اتنسى اصلا؟ اولا علشان انا انسان كسول جدا كما هو واضح يعني، وثانيا عشان مش عايز افوت فرصه الكلام عن الفيلم ده بصراحه. ده واحد من الافلام المختلفه والفريده جدا اللي نزلت في 2025 ويستاهل انه نفضل نتكلم عنه كتير قوي. الفيلم بالفعل واخد حقه تماما على مستوى الاشادات النقديه والجوائز. سيكريت ايجنت لو متعرفش ده يعتبر الفيلم الاجنبي الاهم في السنه، واللي بنسبه كبيره اسمه مكتوب على اوسكار افضل فيلم اجنبي في 2025، ودي مش اول جايزه يبقى له تواجد فيها. بالمناسبه الفيلم له تواجد قوي جدا من اول عرض له في مهرجان كان، وفي رايي هو يستاهل جدا كل الضجه المعموله حواليه دي. ليه بقى؟ ده اللي هنعرفه خلال الفيديو. بس يعني خليني كالعاده الاول ارحب بيك، انا محمود ويلا نبدا فيديو النهارده. I've seen things you people wouldn't believe. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. ذا سيكريت ايجنت هو فيلم برازيلي تاريخي ودراما وجريمه، مش مبني على احداث حقيقيه. شخصياته وقصته متخيله بس الواقع اللي بتدور فيه الاحداث حقيقي. الفيلم من كتابه واخراج كليبر مندونسا فيلو ومن بطوله واجنر مورا. احداثه بتدور في البرازيل سنه 1977 وسط جوها الخانق والمليان بالفوضى والفساد والخوف في ظل الحكم القمعي والديكتاتوري اللي بيسيطر عليها، واللي من تاثيره كل تفصيله من تفاصيل الحياه في البلد بتصبح خاضعه للمراقبه، وكل شخص حتى لو كان عادي في لحظه ممكن يبقى متهم وخاين. من وسط هذه الاجواء بيظهر رجل غامض بنعرف انه اسمه مارسيلو، وبنفهم انه هربان من خطر ما مش واضح معالمه لكنه كبير كفايه عشان يعيشه ضمن تهديد بالقتل بسببه. ومن هنا بننطلق معاه في رحله لمحاوله تجنب المؤامرات اللي بتحيط بيه من كل مكان، والاهم لمحاوله فهم السبب اللي بيجعله شخص على هذا القدر من الخطوره. Tu anda armado? Não, mas eu sei usar um martelo. واحدة من أجمل التفاصيل اللي بحب السينما عشانها هي قدرتها الغريبة على مقاومة النسيان. احنا كبشر بننسى أسرع مما نتخيل، مش بس الأحداث لكن الإحساس نفسه اللي كان مصاحبها كمان. القسوة، الخوف والألم، كل ده مع الوقت بيتحول لضباب وبيتعاد تدويره في شكل شعارات عن الشرف والواجب والتضحية. لما بنفتكر أي حرب أو صراع في تاريخنا غالبا اللي بيفضل في الذاكرة هو العناوين العريضة، وأي تفاصيل إنسانية تانية بتختفي بهدوء من الذاكرة مع الوقت. السينما موجودة علشان تفكرنا بالتفاصيل الحقيقية والمشاعر البشريه المختفيه تحت الشعارات دي، ودخلنا ضمن قصص جانبيه اتنست وسط الصوره الضبابيه اللي بتحافظ بيها ذاكرتنا على الاحداث الكبيره. ده بالظبط الاساس اللي بيقوم عليه فيلم ذا سيكريت ايجنت، انه على عكس ما يوحي بيه عنوان الفيلم من اثاره وتشويق، هو مش اكتر من تامل في فتره زمنيه قديمه مشوهه ومليانه بالفساد، بغرض طبعا توثيقها وفهم تاثيرها على الواقع الحديث وتخليد قصص البشر اللي تم التضحيه بيهم ونسيان اسمائهم خلال الفتره دي. عشان كده عايز ابدا بالكلام عن المشهد الافتتاحي في الفيلم. اتخيل معايا مدينه على قدر كبير من الخنقه والحر والفوضى، في الخلفيه في اجواء كرنفال ما بيبرر سبب اختفاء الناس من الصوره، وفي المركز عربيه قديمه صفراء مميزه قوي وبتشد عينك بتقف جوه بنزينه متهالكه، وبينزل منها شخص واضح على وشه علامات الريبه والقلق. بيستكشف المكان وفجاه بيلاقي قدامه جثه ملقاه باهمال على جنب الطريق وكانها معلم طبيعي من معالم الشارع. بيخرج صاحب البنزينه وبيتكلم بلا مبالاه انه الجثه ديت مش اكتر من راجل حاول يسرقه فموته وركنه على جنب في انتظار الشرطه، اللي بيبرر غيابها بانها مش فاضيه للتفاصيل الصغيره دي ومشغوله في حمايه الكرنفال. من هدوء الجو بيكسروا صوت عربيات الشرطه اللي بتدخل المشهد ومعاها بيتصاعد التوتر. اخيرا هنشوف عمليه تحقيق في جريمه القتل اللي قدامنا، او هنفهم سبب توجس الشخص اللي نزل من العربيه، وفجاه يحصل اغرب شيء على الاطلاق. رجال الشرطه مش بيلقوا بال للجثه وبيعلنوا عن نيتهم انهم بالبلدي كده شافوا شخص غريب وجايين يقلبوه وياخدوا منه اي مصلحه في السريع، وبالفعل بياخدوا منه علبه السجاير اللي معاه وبيمشوا.
والجثه بتفضل مرميه والحال بيفضل كما هو عليه. ليه ركزت على المشهد ده بالذات؟ لانه بالنسبه لي واحد من اكتر المشاهد الايقونيه في السنه، وده لانه بسرعه بيقدر يوجه دماغك لانك مش جاي تشوف فيلم جاسوسيه وجريمه، لا انت جاي تطلع على واقع غريب ومشوه. الفساد متفشي في كل ارجائه لدرجه انه الجرائم فيه بترتكب بسهوله، والتوجه الاساسي عند افراده هو محاوله استغلال اي موقف للخروج منه بمصلحه شخصيه. تسلسل البدايه ده بيتم تكراره كتير قوي على مدار الفيلم بصور مختلفه. بطل الفيلم في الصداره ومن حواليه بيترسم اشكال مختلفه للفوضى اللي شكلت الفتره دي من تاريخ البرازيل. موقف الشرطه في البدايه بيتطور بعد كده عشان يكون بيت مليان باللاجئين الهاربين المحكوم عليهم بالموت لاسباب واهيه ومش واضحه، او كرنفال بيموت فيه عشرات الضحايا بدون اي محاوله من الجهات المسؤوله لمنع ده، بل والتباهي به ووضع توقعات لزياده العدد ده بسخريه فجه. بل ان الالتزام الوحيد اللي الشرطه بتلزم نفسها بيه طول الفيلم هو محاوله اخفاء اثر متبقي لجريمه قتل هم نفسهم ارتكبوها مسبقا. الفساد حرفيا بيملى كل اركان الفيلم، ممكن يكون مختفي في تعليقات عنصريه من فئات تجاه بعضها، او واضح قوي زي ان جهه حكوميه تخصص باكملها لتبرئه مجرمه من جريمه قتل ارتكبتها بس بسبب شكلها الاجتماعي اللي بيضمن لها حمايه تلقائيه من اي غلط ترتكب. والمختلف ان مخرج الفيلم مش بيحاول يبروز اشكال الفوضى دي قدام المشاهد، بل بيقدمها على انها تفاصيل الحياه اليوميه، كانها اصبحت شيء متاصل في المجتمع لدرجه ان ده بقى هو الوضع الطبيعي، والنظام والحريه وكل الشعارات دي ما هي الا اشياء شاذه وشكليات. الفيلم بيعرض تماما عن تقديم اي تفاصيل او اسباب مباشره للمواقف اللي بيقدمها، هو بس بيربيك فجاه في نص احداثه وبيتنقل بعشوائيه تامه بينها وبيسيبك تتخيل تفاصيل كل حدث بنفسك. عشان كده خرجت من الفيلم وانا كل اللي بفكر فيه انه سيكريت ايجنت واحد من اكتر الافلام اللي تستحق انه يطلق عليها انها مخلصه لتفاصيل فترتها الزمنيه، ودي اول مره اصف فيلم بالوصف ده وما اكونش قاصد بيها تجربته البصريه، وانما ابقى قاصد روح الفيلم نفسه. فيلمنا بشكل سرده واخراجه بيرسم روح الفتره الزمنيه اللي بتدور فيها الاحداث، واللي عبر عنها بجمله في اول الفيلم بانها فتره مليانه بالفوضى والاضطراب. فيلمنا بيجسد بعبقريه معنى الحياه ضمن حدود دوله ديكتاتوريه استبداديه مفيش فيها اي معاني غير العنف والخوف والقلق. وده ياخدنا للكلام عن الشخصيه الاساسيه مارسيلو، واللي بالكاد بصراحه ينفع يتقال عليه شخصيه اساسيه، هو بس مجرد موقف تاني بيجسد فساد الحقبه الزمنيه دي، وبس تصادف انه اطلاعنا على الاحداث بيجي من خلاله، كونه هارب وبيستكشف المكان الجديد اللي موجود فيه زينا بالظبط. وزيه زي كل المواقف والقضايا اللي بيعرضها الفيلم، احنا مش بنعرف اي حاجه عن تفاصيل الحياه اللي بيهرب منها الا بعد مرور ساعه ونص من الفيلم حرفيا. وقت ما بنعرف بنكتشف بسرعه قد ايه عنوان الفيلم العميل السري عنوان عبقري وساخر، لانه بيدلل على مدى تشوه وبؤس وجهل الواقع اللي صور شخص زي بطلنا بهذه الصوره الخطيره واللي بتستهدف معها قتله. بس الشيء الممتع تجاه شخصيه مارسيلو انه تجسيد للصوره اللي اتكلمت عنها في البدايه، هو مجرد ذكرى او قصه منسيه الفيلم بيحاول يكشف الستار عنها، مجرد ظل في الحاضر بنحاول نفهم الماضي من خلاله. مارسيلو اشبه بمرحله من التاريخ تم التعتيم عليها بقصد لانكار اثرها وطمسها كانها ما كانتش موجوده، وكل اللي الفيلم بيحاول يعمله انه يرجع يفكرنا بيها ويقول انه على الرغم من كل المحاولات لطمس هويته هو لازال واقع وكان بالفعل موجود. طول مده الفيلم واحنا بنشوف محاولات مارسيلو للبحث عن هويه امه، حسيت ده بالظبط اللي بيحاول يعمله المخرج معاه ومع كل الشخصيات اللي شبهه، انه يعترف بوجودهم وتاثيرهم. Armando. صورة الفيلم دي بقى بيتم نقلها من خلال اسلوب اخراجي فريد ومدهش مماثل تماما لروح الفوضى المميزه للفتره الزمنيه اللي بيحكي عنها. احيانا هتلاقي الفيلم بيستسلم لحاله الغموض والتشويق الملازمه لمعالم قصته المبهمه، واحيان تانية بيفرد للمشاهد المساحه اللازمه للتامل وتكوين وجهه نظر تجاه الاحداث اللي بيشوفها. كمان الفيلم عنده جرعه كوميديه وساخره جيده جدا، بل انه بيتعدى ده عشان يقدم كم مشهد رعب مميزين قوي على مستوى القلق اللي بيتسببوا فيه واللي بيحاكوا قلق الفتره الزمنيه اللي الاحداث بتدور فيها، بالاضافه اكيد لتجربه بصريه لا تقل تميز عن روح الفيلم في نقل المشاهد لتفاصيل البرازيل في السبعينات، مع موسيقى مميزه جدا بتشتغل في اوقات مظبوطه عشان تفضل علقه في الذاكره حتى بعد انتهاء الفيلم. لكن وبعيدا عن كل ده، بتبقى اهم مميزات الاخراج بالنسبه لي انه بيتخلى عن اي طريق معتاد او مباشر لسرد قصته في سبيل الاخلاص لرسم حاله مميزه ومختلفه هتفضل ثابته في ذاكرتك اكتر بكتير من لو كان فيلم جاسوسيه تقليدي. فيلمنا بيختار يكون جريء ويشكك في الماضي ويستكشفه، بيختار ما يستسلمش للعناوين العريضه
العريضه اللي بتفضل عالقه في الذاكره ويحفر اعمق، ويمكن ده السبب الاساسي اللي مخليني مقتنع ان الفيلم ده يستحق كل الاشادات اللي بيحصل عليها واكتر كمان. على مستوى الاداءات التمثيليه فاحنا كمان امام اداء من اجمل ما شفت السنه دي من واجنر مورا، وكل صعوبه ادائه بتتمثل في كونه بيجسد شخصيه مبهمه المعالم متماهيه تماما ضمن اجواء الفيلم، ومع ذلك بيفضل قادر يوضح معالم الشخصيه اللي بيجسدها كويس، ويوضح كم القلق والخوف والتوهان اللي بتعاني منها على مدار الرحله. وكمان عندنا اداءات مسانده مميزه جدا، خصوصا من تانيا ماريا اللي عملت دور دونا، والحقيقي كان من حقها جدا انها تحصل على شويه تقدير على مستوى التكريمات اللي بيحصدها الفيلم. عاوز اكرر تاني انه الفيلم اكتر هدوء بكتير مما يوحي بيه العنوان والبوستر. في حاله انكم لسه ما شفتوهوش فحاولوا تدخلوه بدون اي توقعات، وابذلوا شويه مجهود في الاستسلام لجو الفيلم والقواعد بتاعته اللي بيرسمها. ده الطريقه الوحيده عشان اضمن لكم تجربه مشاهده صعب تتنسي بسهوله. وتقييمي لفيلم العميل السري هو 9 من 10، واكيد بعد تعديل قائمتي لافضل افلام 2025 هيكون موجود وفي مراكز متقدمه منها جدا كمان. وبس دي كان كل حاجه عندي النهارده. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا. شاركوني برايكم عن الفيلم لو شفتوه. انا محمود وسلام.